بضيفي الذي انضم الي الان ابو مريم من دير الزور لمعرفه رايه ايضا في تلك التسريبات عن الصفقه الامريكيه الروسيه التي تمدد من حكم الاسد لمده عامين اضافيين. ابو مريم، يعني ما المقصود من تلك المبادرات او ان شئت تسميتها بالمؤامرات على الشعب السوري؟ أخي حسام، أولا أود منك، هل تريد أن تكون الطريقة تحاورية أم الإجابة على محاور البرنامج كاملة؟ هناك موضوع نحن نطرحه للنقاش، تفضل سيد الكريم. أولا التسريبات الأمريكية والروسية بأن أمريكا وروسيا متفقتان على تمديد مهلة بشار النعجة بأن يبقى سنتين في الحكم أو الانتخابات ما. وهل من حق أمريكا أو من حق روسيا أن تمهل بشار الأسد أو بشار النعجة عفوا أن تمدد له مهلة الرئاسة؟ هذا من حق الشعب السوري. أولا الشعب السوري لا يعتبر بشار الأسد رئيسا لسوريا، لأنه مطلوب للشعب السوري، وهو عبارة عن قاتل وجزار ومغتصب وسفاح عصر، ليس إلا. لكن ما يحاك تحت الطاولة وبكل صراحة، أصبحت سوريا هي عبارة عن مكان للتصفيات الدولية، وليس التقارب الأمريكي الإيراني إلا ربما إطالة لعمر النظام. لكن نحن لدينا ثقة بأنفسنا، بالله أولا وبأنفسنا ثانيا، بأننا سنلاحق بشار إلى قصره. وأنا أنصحه صراحة وأوجه له رسالة بأن يجد مكانا آمنا في جحور وفي الصرف الصحي، في مياه بردة النتنة التي جعلها نتنة نتيجة نتانة وقذارات جماعته. هذا ما أنصح بشار به. نعم. طيب أبو مريم، يعني إذا كان يقول البعض أن بشار الأسد ربما إلى حد ما كسب المعركة سياسيا، هل المعركة أمام الشعب السوري الآن هي أصبحت الميدانية فقط؟ لا يا أخي، بشار الأسد لم يكسب المعركة سياسيا. ما هو الدليل على كسبه المعركة سياسيا؟ أساسا عندما قامت الثورة في سوريا لم نلجأ إلى الأمريكان ونستشيرهم هل سنقوم بثورة أم لا، هل سنعول عليكم أم لا، هل ستساعدونا أم لا. فلذلك نحن قمنا اعتمادا على الله وعلى إرادة شعوبنا، إرادة الشعب السوري الأبي. فلذلك بشار الأسد لم يربح المعركة سياسيا. أما ميدانيا هو لم يربح المعركة سياسيا، ولكن كثرة التنازلات لدى بشار الأسد. البعض يقول أن بشار الأسد ليس لديه مانع أن يتنازل عن سوريا كلها في مقابل وجوده في السلطة لمدة يوم واحد. هذا ربما مما أوحى للبعض أنه كسب المعركة سياسيا. عندما تحدث المجتمع الدولي عن الأسلحة الكيماوية وتلك الأداة المستخدمة في الجريمة، في جريمة الغوطتين، قام على الفور بشار الأسد بالبدء بتسليم تلك الأداة في الجريمة، حتى أيضا لا يسلم نفسه أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية. إذن هو ليس لديه أي مانع في أن يسلم سوريا شبرا شبرا في بقائه في السلطة. أنا معك سيد الكريم، أنا معك يا أخ حسام بأن بشار الأسد معركته معركة البقاء. الدقيقة الواحدة تفرق كثيرا بالنسبة له. هو الآن هيكل ليس إلا. أساسا المعركة ليست معركة بشار الأسد، بل هي المعركة إيرانية روسية حزبلاتية صهيونية من الطراز الأول. بشار الأسد لا أشبهه إلا بالدمى التي توضع في واجهات المحلات. هو يريد فقط البقاء
وأن يظهر على شاشات التلفزة في غرفة مغلقة لا يريد أحد أن يعرف أين مكانه. أما ذريعة الأسلحة الكيميائية طبعا أنا أعتبره نصرا للصهيونية العالمية ونصرا لأمريكا، وذلك بذريعة أمن إسرائيل. يا أخي أنا أريد أن أوجه رسالة وبكل صراحة، نحن نحترم الشعب الروسي، والشعب الروسي صديق، ونحترم شعوب العالم كلها، ونحترم الشعب الأمريكي لأن الشعب الأمريكي أيضا شعب صديق. نحن لا نعادي أحد، الشعب السوري شعب مسالم، لكن نوجه رسالة إلى القيادات الغربية أو القيادات الروسية، ووجهناها سابقا بأن تعاملوا مع الشعب السوري. إذا كان بشار الأسد مفتاح شر في المنطقة كلها وفي منطقة الشرق الأوسط، وقد يأخذ عليه الآخرين بكلمة الشرق الأوسط. أخي اليوم يوجد مستجدات عالمية يجب أن نعترف بها، ولا أن نبقى متزمتين، ولا أقصد بالتزمت التزمت الديني، بل هناك أيضا تزمت سياسي. فلا بد لنا من الحوار، والحوار هو ثقافة، وهو تصدير ثقافتنا إلى الآخر. بالفعل أبو مريم، يعني هناك الكثير من المستجدات السياسية والميدانية أيضا التي تطرأ على الساحة يوميا، مما يغير من منحى القضية السورية. لكن بالعودة إلى سيد يعقوب،